فاكر ان شعر الكيرلي محتاج منتجات غاليه واستشوار ولف ودوران، لحد ما جربت الطريقه دي واللي حصل بعديها كان غير متوقع. خليك معايا لحد الاخر عشان انت هتتفاجئ فعلا من النتيجه، وهتتفاجئ من قد ايه الموضوع بسيط جدا، وبالذات للناس اللي هي شعرها ناعم. انا اول مره قررت اعمل فيها شعر كيرلي فتحت اليوتيوب وقلت اشوف الحوار ده بيتعمل ازاي. لقيت لك فيديوهات من 30 خطوه ومنتجات غاليه اصلا مش موجوده في الكوكب، وفضلت اجرب خطوات كتير وحاجات كتير وكل مره بفشل. وفي مره وانا بتكلم في التليفون مع صديقه اللي هي شغاله كوافيره فهمتني ان انا معقد الموضوع بزياده، وقالت لي بالنص كده الكيرلي بيحب البساطه. ومن هنا بدات رحلتي مع الشعر الكيرلي. انا بقى مش هطول عليك وهدخل في الخطوات بسرعه، فيلا بينا على طول. اول حاجه خالص هتغسل شعرك بالشامبو او بالبلسم اللي انت بتستخدمه العادي جدا، بس ابعد طبعا عن اي منتج فيه سلفات او سيليكون، لان السلفات والسيليكون بيفردوا التمويجه اللي موجوده في الشعر. تاني خطوه على طول واللي هي تنشيف شعرك. لازم الموضوع يكون بهداوه والفوطه تكون قطن. دلوقتي بقى جه ميعاد السر البسيط اللي هيخليه يلف لوحده. قبل ما تنشف شعرك فانت هتقسم شعرك على 4 اجزاء حتى لو كان صغير، وابدا اعمل لشعرك سكرانش. يعني ايه السكرانش ده؟ يعني انت هتمسك شعرك واكنك بتعصره. يعني لو تخيلنا مثلا انا شعري جايبه كده وطويل مثلا، هعمل كده بالفوطه. طبعا لو شعرك صغير برضه هتعمل نفس الحكايه بالفوطه، تمسك كده وبتعصره واكنك بتضغط عليه. احلى حاجه في الموضوع ده ان هو بسيط وهتلاقي بعديها شعرك بيلف. طبعا هتعمل الحركه دي مع كل جزء في شعرك من اللي انت قسمتهم. لحد هنا كده ممتاز. الخطوات الجايه تكون اضافيه، واللي هي هتستخدم كريم تصفيف. ده مش شرط تحطه على شعرك، بس لو موجود هيبقى كويس. ميزه كريم التصفيف ان هو مش هيكون غالي. بعد ما تحط كريم التصفيف تشوف شعرك مع الهواء وهو عارف هو هيعمل ايه. ولو مستعجل قوي بقى ومش هتقدر تستنى الهواء ان هو ينشف شعرك، استخدم الديفيوزر. مره مع مره شعرك هيبدا ياخد وظاير الكيرل دي، وهتكون كل مره اسهل من اللي قبلها لان مش هتحط مجهود عالي. وطبعا مش شرط ان انت كل يوم تغسل شعرك، انت ممكن كل يوم ترشه وتعمل برضه السكرانشز اللي قلت لك عليها. انا عارف ان انت جربت كتير ومفيش حاجه ظبطت معاك خالص، بس اوعدك ان الطريقه دي مختلفه وبسيطه جدا ومش هتاخد منك وقت، وهتتفاجئ بعديها ان شغلك اتغير وثقتك زادت، بالذات ان انت اللي عامله لنفسك. بس كده يا سيدي، ده كان عندنا النهارده. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشوفش كل جديد. ولو عندك اي مشكله او عندك اي سؤال هسيب لك تحت لينك للانستجرام، خش عندي على الدي ام اكتب لي رسالتك او اكتب لي مشكلتك، هرد عليك يا اما في رساله يا اما في فيديو. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام. كلام عيني في الغرام احلى من الاغاني من كلمه